إمكانية لبلوغ الهدف للبؤات الأطلس لكي يسمع زائرهن في بركان. هنا بركان وكرة هدف أول، كرة تسدد والهدف يا سادة. نعم، يسمع زائرهن هنا في بركان عبر العميدة والقائدة إيناس أبو شريف. قلتكم العيون لا تخطئ، العيون لا تخطئ، والرغبة كانت كبيرة وكان الصدق وكان التركيز وكان هذا التفاعل الجميل والرائع من طرف مناصري الفريق الوطني في هذه المباراة. تصبح النتيجة في حدود الدقيقة 32 هدف لصفر للفريق الوطني أمام المفردة بشكل ممتاز جدا. كان خطأ في التموقع من طرف حارسة المرمى، ما كانش تواصل جيد مع الجدار الدفاعي. شوف التغطية اللي كانت شبه منعدمة. شوف فين وصلنا اليوم وفين وصل الفريق الوطني الذي يبحث عن هدفه الثاني. يلا هدف يا سادة، هدف أيتها السيدات اليوم عبر رقم 21 رميساء حسن. رميساء توثق الهدف الثاني في هذه المباراة. شوف فين كنا وفين وصلنا. شوف رميساء هي من تحصلت وهي من كانت سببا في الهدف الأول للفريق الوطني، هي من تحصلت على الكرة الثابتة التي منحتنا الهدف الأول في هذه المباراة، وهي من توثق الهدف الثاني والمشهد الثاني مشهد العبور. نتمنى للدور الرابع والأخير من تصفية المونديال. رميساء حسن تتعامل بشكل جميل جدا مع كرة نصيرة البركانية الصغيرة المتألقة في هذه المباراة بأسيست من ذهب من نصيرة رفيقاتها في هذه المباراة لرميساء حسن التي تسجل هدفا جميلا. رميساء حسن في تنفيذ ضربة جزاء في اختبار للينا غارسي. سهام ولينا، سهام في التنفيذ والمتابعة من لينا غارسي تتصدى لضربة جزاء للمنتخب الجزائري. الفرصة مغربية والإمكانية لبلوغ الثالث متواصلة. يلا بنطاري تسدد والهدف جول. وفاء بنطاري تتمكن من تسجيل الهدف الثالث بشكل رائع. وفاء لاعبة نادي الجيش الملكي تعلن عن ذاتها بهدف ثالث في هذه المباراة. هدف جميل جدا، هدف في مرمى المتألقة لينا غارسي. وفاء بنطاري، شوف الإعادة للعمل الكبير، شوف تحضير الكرة بشكل ممتاز جدا بالقدم اليمنى، لم تترك أي حد لحارسة مرمى المنتخب الجزائري لينا غارسي هذا المرة. والثالث أيها السادة والسيدات في حضرة بركان، يطيب مقامكم هنا في بركان بهدف ثالث للبؤات الأطلس. قبلة احترام، قبلة منطقة الجزاء، كرة في منطقة الجزاء، كرة بالراس الهدف الرابع يا سادة في هذه المباراة من الرقم 4 سهام بوش. سهام تخدع حارسة مرمى المنتخب الجزائري لينا غارسي. سهام تعود تضييع ضربة جزاء وتتمكن من توقيع هدفها الأول في هذه المباراة والهدف الرابع في مرمى منتخب الجزائر. والصورة أبلغ من أي تعليق. وهبة رحال لم تنجح في إيجاد الحلول الممكنة لتدارك هذا الوضع الذي يعيشه المنتخب الجزائري في هذه المباراة أمام الفريق الوطني. شوف سهام كرة بنطاري وسهام كرة مشتركة وتتمكن من التوقيع على الهدف الأول. كانت كرة مشتركة أيضا من طرف اللاعب البديلة حنان سهول.